لك حرية الرأي والاحترام، ولكن الأستاذ سامح حسين حسن النوايا، أنا ما قلتش إن هو سيء النوايا وما دخلتش في نيته أصلا. هو مش شيخ وكلامه عادي، ممكن أنتوا وأصحابك تقولوا على القهوة صح، ما أنا قلت كده. هو بيتكلم عادي من واقع الحياة وتجربته الشخصية، أكبر دليل على صدق نواياه. برضه أنا ما دخلتش في نواياه، أنا جبت فيديوهين وقلت رأيي في الفيديوهين بس، مش اكتر من كده. وعن قطايف عموما قلت ان انا ما شفتهاش، لان انا ما بحبش الطريقه دي في الكلام، ما بحبش اللي بيتكلم بالطريقه اللي هي ايه، تون الصوت الهادي قوي ده، انا ما بعرفش اسمعه. يعني انا مش من الجمهور المستهدف، في ملايين مستهدفين وبرنامج وصل لهم وحقق مشاهدات فظيعه يعني، فانا مش من الجمهور المستهدف. وما ينفعش نتهم الناس لما يتكلموا كلام حلو انهم منافقين. انا ما قلتش، انا ما دخلتش في نيه الراجل خالص ولا قلت ان هو منافق. انا جبت فيديوهين وانا شايف انهم من الاخر تطبيق، انا ما لهمش اي مسمى تاني بالنسبه لي، فعلا قطايف بالعجوه، قطايف بالطبله. سواء كان صادق او لا، كلامه عامه صحيح وجميل، ناخد من كلامه اللي ينفعنا ونترك ما لا ينفعنا. بصرف النظر كلامك صح صح، احنا بناخد اللي ينفعنا ونسيب اللي ما ينفعناش. وانا في ال 30 حلقه بتوع قطايف انا ما اتكلمتش عنهم. لما طلع حلقه قطايف الاولانيه اللي انا حطيت جزء منها، او في الفيديو في الاول بتاعه الاخبار ونشر الشائعات والكلام ده، انا لما شفته ما علقتش عليه لان عادي مره. لكن لما اتكرر بقى المره الثانيه بتاعه الاجازات، لا انت مستفز، الموضوع كان مستفز بالنسبه لي عشان كده علقت عليه. لكن انا لا دخلت في نيه الراجل ولا اسأت له ولا غلطت فيه، انا قلت رايي في فيديوهين حطيتهم في بدايه الفيديو بتاعي عشان حتى ما اسيبلكش ايه التخمين انه يا ترى بيتكلم عن ايه. لا يا باشا، بتكلم على الفيديوهين دول فقط بالتحديد.